لو عايزين تعملوا شيش طاووق بتتبيلة مميزة ولون وطعم تحفة والتسوية كمان حلوة قوي، تابعوا معايا واحفظوا الوصفة دي عندكم. بجد دي من احلى واسرع الوصفات اللي ممكن تعملوها. اول حاجة للتتبيلة هحتاج كوباية من الزبادي وعليها ربع كوباية زيت، ودول معلقتين كبار من توابل الشيش الجاهزة من اي سوبر ماركت او العطار، ومعلقة كبيرة من دبس الرمان، معلقة صغيرة سماق، ومعلقة صغيرة فلفل اسود وبابريكا وزعتر. بس كده، كل ده بيخلي طعمه حلو قوي. هقلب كل الكلام ده كويس قوي في بعض كده، واخر حاجة بضيف معلقة صغيرة ملح. بس كده، عندي هنا صينية فيها كل الخضار اللي هستخدمه، مقطعهم مكعبات كبيرة برضو نفس طريقة الاسياخ بالظبط، طماطم وبطاطس وفلفل الوان، وزودت كمان عليهم جزر بيكون طعمه حلو قوي معاهم. هنزل بقى بمعلقتين كبار من التتبيلة دي على الخضار الاول واقلبهم مع بعض. بعدين هضيف على باقي التتبيلة كيلو من صدور او اوراق الفراخ مقطعة قطع كبيرة كده، هقلبهم في التتبيلة دي وهنزل بيها على الخضار. ممكن تسيبوها شوية في التتبيلة ساعة كده في التلاجة، بس انا اشتغلت بيها على طول بالشكل ده كده. هضيف هنا بقى كوباية مية، ومن على الوش بقى هضيف حلقات البصل. ممكن تخلوها مكعبات مع الخضار من الاول. بس كده هدخلها بقى الفرن على اعلى درجة حرارة من فوق ومن تحت نص ساعة كده وبخرجها. هنا بقى بعد ما استوت حطيت فحمة كده وعليها نقطة زيت وغطيت الصينية. الحركة دي بتديله تدخينة كده تحفة. بس وبقدمه بقى مع رز بشعرية او رز ابيض حلو قوي. اتمنى تكون الوصفة عجبتكم وتجربوه بألف هنا. باي.